بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يلا نعمل مع بعض النهاردة السمك المقلي. هعلمك ازاي تعمليه يبقى مقرمش من بره وفي نفس الوقت مستوي، والرز السمك الصيادية بتفاصيله بكل تركاته. اول حاجة طبعا السمك بتاعي مغسول، بجهز التتبيلة بتاعتي. عندي كام فص توم كده كويسين وبحط معاهم جزر. لو ما عندكيش جزر فريش حطي جزر متلج عادي. وبحط معاهم بقى فلفل حار وفلفل رومي، طماطمايه، وعندي شوية خضرة كده بقى بقدونس مع كزبرة. حطي كل ده مع بعضه تضربيه في الكبة ضربة كده، ضرب متقطع، مش عايزاه معصور، انا عايزاه يبقى يا دوبك الخضار متقطع. اضربيه وجهزي معاكي بصلاية كمان، ننعم كده الخضار ده. انا ما حطيتش مية ولا اي حاجة على الخضار. بنزل كمان معاها بمكعب مرق الدجاج مع التتبيلة، بيفرق جدا في طعم السمك. وننزل معاهم ببصلاية كده، يعني بصلاية صغيرة، وبتفرق والله يا بنات. يعني في ناس كتير ما بتحبش تحط البصلاية دي في تتبيلة السمك، لكن فعلا بتدي السمك طعم تاني خالص. هي بصلاية صغيرة كده انزلي بيها مع الخلطة بتاعتك. وطبعا زي ما قلتلكوا كل ده من غير سوائل. بعصر معاها كمان ليمونة، حابة تحطي الليمونة بقشرتها عادي، لكن انا بعصرها. نرجع تاني نضرب الكلام ده بقى ننعمه مع بعض، وبعدين نشوف التوابل بقى بتاعتنا ايه. التوابل بتاعتي بسيطة جدا، انا بحط من كل حاجة نص معلقة. بحط كزبرة وكمون وسبع بهارات، وبحط معلقة ملح ومعاهم رشة صغيرة جنزبيل. يبقى معلقة ملح، نص معلقة كزبرة، نص معلقة كمون، ونص معلقة سبع بهارات، ورشة صغيرة زنجبيل. الزنجبيل طبعا لو عندك فريش هيبقى افضل بكتير في تتبيلة السمك. نقلب الخلطة دي كلها مع بعض، وننزل معاهم بمعلقة خل، معلقة خل صغيرة عشان ما تهرلكيش اللحمة بتاع السمك. السمك بتاعي مغسول ومتصفي، ابتبله واركنه بقى في التلاجة شوية. نيجي بقى هنا على الطبقة الخارجية، والسر ان تفضل مقرمشة معاكي. هاتي كوبايتين دقيق، حطي معاهم معلقتين كبار نشا زي ما انت شايفة كده، معلقتين كبار. النشا بقى بيخليه مقرمش، واللي بيديله لون بقى رشة كركم، يعني حوالي نص معلقة كركم. وبحط معاهم برضو رشة ملح، برضو ان الطبقة دي يبقى طعمها نفسه كويس. واختياري بحط شوية شطة، انتي مش حابة تحطي الشطة بلاش. قلبي بقى الكلام ده كله مع بعض، وهاتي السمك بتاعك تبليه كله مرة واحدة، عشان لما تقلي على طول ما تدهوليش نفسك بقى. بتبل بقى السمك كده كله اهو. السمك بتاعي بعد ما انا يعني تبلته وركنته في التتبيله كده حوالي ساعتين، بس في التلاجة طبعا عشان الجو حر. تبل بقى السمك بتاعي كله بالدقيق، ونركنه ونبدا بقى نجيب الطاسه بتاعتنا. طبعا السمك عايز زيت سخن ونار عاليه. تركه بقى في تسويه السمك المقلي، علشان فيه ممكن تلاقيه يحمر منك ويبقى قلبه ني. السمك تقلبيه على كل جنب مرتين، يعني انا خد لون ذهبي اهو، قلبته، ارجع اقلبه كمان مره. انا حبيت اوريكي المقطع ده، مرضتش امسحه. السمك بيتقلب على كل ناحيه مرتين على نار عاليه، انا ما بهديش النار على السمك. بطلعه بقى كده على مناديل ولا حاجه يصفي، ونجهز الرز. عندي الحله فيها الزيت سخن، بنزل بالبصله طبعا على الزيت وهو سخن. بنزل معاها كده بنص معلقه كمون ونص معلقه كركم. ده بقى يخليلك الرز زي الجاهز بالظبط. البصل بتاعك يحمر، انا عايزه البصل يتحمر يبقى لونه بني. ننزل بالرز المغسول ومنتصفي. طبعا الرز لازم يتشوح كويس علشان يطلع مفلفل معاكي كده، وكل حبايه مخصمه التانية. عندي الميه بتاعتي، انا بغلي الميه على النار دلوقتي. الرز يتشوح معانا كويس، يعني دي خطوه اساسيه، لازم الرز يتشوح. تنزلي بقى معاكي بالملح، وننزل عليه بقى بالميه المغليه. انا وريتك اهو انا بشوحه حبه حلوين كده الاول. ننزل بقى عليه بالميه المغليه، وطبعا يتشرب نهدي عليه. اللي مش اللي ما بيعرفش يظبط من غير عيار يا بنات،
كوباية الرز ليها كوباية مية. زي ما انت شايفة الرز تحفة، حاجة قمر. التسوية مفيش بعد كده. شايفين طبعا الرزاية، كل رزاية لوحدها. اتمنى تجربوا الطريقة بتاعتي، ولو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.